السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ بخير؟ نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير. معكم اخوكم زكريا كالعاده. هنا كما تلاحظوا الاخوان، الازواج اللي كانوا هنايا راه كما تقاس معكم قبل، كان ذكر وانثى هنايا وكان ذكر وانثى هنا. انا دابا راه مخرجهم شويه تيتشمشوا، كانوا تيدوشوا الصباح وتشمشوا المسائل، ودابا غنبدا نوضع عليهم ان شاء الله السيباراسيون ديال الاقفاص ديال التزاوج ديالهم. هاد الزويجه غنديرها لهم اليوم وهادو حتى الغدا. وها كيفاش الطريقه ديال التزيين ديال العش اولا ديال القفص. كما تلاحظوا، سمحوا لي، هنا كما تلاحظوا الاخوان، يعني كما تلاحظوا هنايا راه داير لي هذاك الفيلي موسيكير. شوف تيجي داك ديال النيلو ديال تنديرو على قبل الناموس في الصيف باش ما يدخلش لينا. هذا تنديرو وتنكويه هنايا بالبريكه بالعافيه، ما نخليش دوك الخيوط خارجين باش ما يشدوش الرجل ديال الطير، يقدر الله يبقى معلق فيه ولا شي حاجه. هانت كما تنديرو من الفوق كما تلاحظوا، راه شادوها بالسلك ديال النحاس، ديك السلوكه ديال الضوء ديال النحاس. والعش كما تشاهدوها وزينتو بهذوك الاوراق البلاستيكيه بالجناب. كيفاش داير ليا بحال الطريقه هذه، بحال هكا. هادي علاش دابا داير هاد المستيكير هنا وداير هنايا واحد الطرف ديال الباش. شوف هذا ديال الباش، هذا باش يسهل في المسيح، ساهل في الغسل ديالو، وحتى الهمشه ما تشدش فيه. وانا غندير لهم مازال الشرابات ديالهم، غندير لهم الوكالات ديالهم والكريت. وهنا علاش داير انا هاد المستيكير بحال هكا، ان كما قلت قبل المستيكير تيحجب الرؤيه، ما تبقاش الانثى يعني تتشوفك نتايا غادي جاي عليها، وتدير واحد درجه الامان، تتكون عندها واحد درجه ديال الامان، وان شاء الله تمشي للعش. كما لاحظتوا ما ندير جوج اعشاش، لا بغيت ندير جوج اعشاش راه غنديرهم، ولكن الا درتهم هنا مع هذه بلاصه الطريق ديال الباب يعني غيبقاو ديما ما يخدمش العش هنايا. درت ولا فهاد الجهه هادي، وتا القفص الاخر اللي غيجينا راه غندير الخرجيه العش من هنايا، ولا ندير العش من اللي انا تبغيش ندير لها ملي على حساب الباب باش ما تبقاش تخلع ولا شي حاجه بحال هكايا. انا نديرو لها هنايا العش ان شاء الله. وهذه الطريقه ديال خوكم زكريا كيفاش نزين. وهنا لا لاحظنا هادو راه ما مزينين ما والو، هادو راه ما مزينش ليهم القفص ديالهم، لانهم هادو موالفين ومعتادين. الله يبارك. تندير لهم هادي ديال الدوش، ندخلها لهم مع قفص كبير. هاي طلعتو ديال الدوش، تندخلها لهم، تندير لهم خل التفاح، انا ندير لهم الماكله ديالو. هاي الانثى الله يبارك. او الذكر وقع له مشكل، طاحوا ليه الجناوح، ولكن حطيته معاها الله يبارك. هذا هو اللي كاين. هذه بنته، هاد النسوه هذه بنته، هذه ماشي الزوج اللي كانت معاه، الانثى الاولى اللي كانت معاه. وهذا راني واضع عليهم العشاء عادي، هادو ماشي لانهم معتادين مولفين، ما تيخافوا ما والو. والنسوه راه اتاكيك كاع لا بغيتي اشنا اش كي والكبيده والزين. هادي دابا حيت موالفه ودايره في قفص كبير، ما تنزينش ليهم، ما تنديرش ليهم لا موستيكير لا والو. اما الاخرين اول خدمه عندهم، وخاصه الاناث ما الذكور فايتين الخدامين، الاناث اللي علقى معاهم المشكل تندير لهم داك الموستيكير باش يحجب الرؤيه عليهم، تيكونوا في واحد الاريحيه ديالهم، تيكونوا مزيانين. انا نمشي دابا مع الاخوان ديالي الطويرات اللي خارجين على برا. وهنا كما تلاحظوا الاخوان، هما الطويرات هما على برا، راه تيدوشوا. راه حطيت لهم باني ديال الدوش، خاصي وسخوا الشراجم، ولكن تنسالي تمسح لهم، تمسح الشراجم. الذكر الفوق، الانثى لتحت، والازواج الاخرين عاوتاني هادو هما اللي غنوضعهم في السيباراسيون. هاد الازواج هادو الله يبارك. الذكر كان دوشوا الصباح، دابا راه ورا صلاة العصر غندخلهم دابا. والانثى حتى هي دوشوا تيستيكوا في الحاله. والله العظيم الاخوان من حطيتهم تقريبا في الصباح ولا بلا ديك 12 بحال هكاك، هما تيغردوا الله يبارك، ومع الدوش ومع الشميشه تتكون ضاربه هنايا. دابا راه تحولت للجافه. انا دابا غنمشي ندخلهم، غنحطهم مع بعضياتهم في القفص التزاوج، وغنكملوا الموضوع ديالنا. يلا معايا يا اخوان. السلام عليكم. نتبعوا معاهم، نكملوا معاهم الاخوان. ها هي الانثى، هي اللي على اليمين على الشاشه، والذكر هو هذا، او ذكر. وهذه الانثى. وهنا الانثى كما تلاحظوا، الانثى ها هي بدات تروزي في المنقار ديالها. شوف المنقار ديالها بدا يروزي، يعني صافي بدات دخلات، تنقولوا دخلات الجوزيه.
باقي ما قلناش جاهزه. الانتاج الجاهزه غير تلقاو البوط ديالها اللي من فوق. الذكر كذلك، الذكر شوف الله يبارك المنقار ديالو اولو باغي يشطح عليا. هذا الانتاج ديال القفز 2021. وشوف حتى اللون ديال التحميره تيولي واحد اللون جميل ما شاء الله. يعني اللون طائر من تيوجد راه اللون ديالو تيولي يعني شديد اللون ديالو كما الاحمر احمر واسود اسود. وهذا هو اللي كاين. انا نوضعهم دابا في قفص التزاوج ونحطوهم وانا معكم. هما كما لاحظتوا ما حطيناهم ما شطحوا لا بعضياتهم لا والو. وانا نمشي مع الاخوان ديالي. انا نوضعهم دابا في قفص التزاوج وانا مع الاخوان ديالي. وهنا كما تلاحظوا الاخوان انا راه وضعتهم دابا في قفص التزاوج. الذكر هو اللي واقف فوق المجتمع هنايا والانثى هي هذه. هنا الاخوان دابا واحد الملاحظه بغيتكم يعني تركزوا فيها. شتي اول مره خشيتهم مع بعضياتهم تيتسموا تيتاتيو. حنا تنقولوا تيتاتيو. عرفتي كي تشوفونيش دابا هو هنايا باغي يتواكلوا تيطلب منا الصداقه يكون صديق ديالها. دابا هنا تنعرفوا راه كاين القبول بيناتهم الله يبارك. ها انتم هاد الحركات. دابا هنا واحد النقطه الاخوان نشيروا ليها مزيان وبغيتكم تركزوا معايا فيها. حنا من شفنا دابا التصرف هادو تنقولوا الحمد لله الامور غادا مزيان الله يبارك. مع العلم باقي ما حطيت لهم لا ما هو التعشيش لا والو. ماشي بالضروري نحط لهم ما هو التعشيش دابا. هنا شفنا الشجار من وراء هذه المساله هذه. وشفنا الشجار شفنا الذكر تابع الانثى والانثى هربانه منه وباغي بيكيها وهي هربانه منه. والشجار وشد في شي زاويه في شي قفص وتسمعوا ويت ويت ويت. تيبان نقدر الريش تيبان بعض المرات تيطير. هو هذاك الريش راه عباره عن مساله عاديه لانها الاحتكاك بيناتهم راه تيطير الريش. هنا واش نفرقوا بيناتهم ولا نخليهم؟ اكبر خطا تيديروه المولوع هو ان تيشوف الطويرات ديالو واصلين تبارك الله في المستوى وتينوض تيدير لهم هذاك الحاجز تيديروا لهم بيناتهم تيقسم بيناتهم. كما سمعت في احد الفيديوهات سبحان الله يعني واحد المساله شار لها واحد الاخ ومن سولته في الدوكومونتير جابني بواحد الاجابه سبحان الله ما عليناش. يعني هذا الاخ اش دار؟ قال لك لا شتي مضاربه وشتي العراق وشتي ذكرتي الضرب مع النسوه بزاف دير لهم الحاجز بيناتهم مده 10 ايام. الا كان الشجار عنيف دير لهم حاجز مده 10 ايام وحل عليهم مده يومين ودير لهم مده 10 ايام. انا نقول لك اخي الا درتي هذه العمليه بقيتي تلعب الجي وما تشوفش الانتاج. لان الناس والاخوان اللي تيقولوا هذا الكلام ونتمنى يعني انا ما تنجرح حتى شي واحد مثلا العواشر هذه وانما هذا الكلام اللي تيقولوا نابع من غير من نابع لان نابع من واحد التجربه يعني ديال الكنار ماشي نابع من تجربه ديال طائر الحسون. ومن سولت قلت الاخ كريم شحال عندك من زوج نتجتي في حياتك؟ قال لي واحد الكلمه قال لي حيت دابا انت ما عندكش التفاعل في القناه ديالك داكشي اللي سولتيني. قلت له سبحان الله انا راه سولتك انا سولني نجاوبك. هنا راه حسيت بيه ما عندوش فكره وما عندوش معلومات. والاخوان دابا تيتفرجوا فيه ومساكن يعني ما عارفينش ولكن غتجي واحد المده غيتعلموا وغيعرفوا شكون اللي صادق. واش الصدق في التفاعل ولا الصدق في ذاك الكلام اللي تتقول. بالنسبه كما قلنا الاخوان باش ما نطولش عليكم يعني الا شدينا هاد الزوج وفرقنا بيناتهم يعني اش غيوقع لينا؟ بقينا بحال هكا تلعب الجاي. وهنا اللي شفنا الطائره تيشد النشوه ويقدر يضربها في راسها ولا يحيد لها الجلده ديال راسها. هذاك الطائر الاخوان غير عادي. هذاك الطير غير عادي لانهم تيستعملوا نيكتون تيستعملوا فيرتيفيت تيستعملوا ادي 3 وانا بكامل احترام ديال الاخوان اللي تيستعملوا هاد المواد علاش تستعملوهم؟ لانك باقي ما وصلتيش للحقيقه ما عرفتيش شنو الاتجاه هز الطائر. وهاد المواد اللي بغينا نستعملوهم عندنا مسائل خصنا نعتمدوا عليهم ولا بغينا نستعملوهم. ماشي عرفتي الطير يلا عنده عام عامين تبارك الله باقي سخون باقي هادي نعطيوها الحريه تبارك الله يوجد مع تغذيه جيده مع هاد المسائل ونبداو نعطيو فيه في هاد المحفزات الغير طبيعيه. هنا بطبيعه الحال تولي عندنا طير اغريسيف تولي الطير عنده بحال العينين مغمضين تتحط حدا شي نشوه تيبغي يبيكيها وهذا لا وخاصه الا كانت هي باقا ما واجداش وما رايحاش ليه تيكون اغريسيف. ولكن الطير اللي طبيعي
يعني واجد عب الزرارع تبارك الله، وبالنباتات البريه، ربما شويه الخضار شويه الفواكه وهاد المسائل والبيض وهاد المسائل، راه تيكون طاير عادي. دابا لينا ضاربوا هاد الساعه، ساعه اخرى راه غنلقاو مزوجين، بما يعني ان ما خصنا نفرقهم لا والو. انا دابا درتهم هادو شفتهم تيضاربوا ولا هادي غنمشي نفرق بيناتهم؟ ما غنفرقش بيناتهم، ما غنفرقش بيناتهم، خليهم. الله يجعل النتوما سمعتها دير ويت 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 ويت، لانك تعلمت الانتاج ديال الطائر الحسون. الطائر الحسون طائر يختلف بمزاجه عن عده طيور. المزاج ديالو بوحدو اناني، ما يبغيش اللي يوقف حداه، ما يبغيش اللي يجي حداه. والحمد لله هذه تجربه ديال 5 سنوات، مع العلم كنت مربي الطيور من 2000 1995 حتى 2003 حتى 2003، وحيدت الفراخ ورجعت ليه في 2017. والحمد لله من 2019 والحمد لله حنا تنديروا الانتاج المغني، واستفدنا بزاف د الحوايج وباقي تنستافدوا. وانما المولوع معروف من كلامه. المولوع شكون اللي تعرفوا على المولوع بحاله، حيت من تيبدا يتكلم تعرفوا واش مولوع ولا تيداوي من الفراغ. انا كما قلت الاخوان ديالي، هذه المساله ديال السيباراسيون انا راه ما عنديش، انا راه محيدهم، ما عنديش هذا، ما عنديش جامعهم وحاطهم في واحد البلانكار ومخليهم. حتى لا قدر الله كان عندي شي وليدات والذكر كان قبيح ولا هذه، نسيباري بيناتهم ونخليه. ولكن دابا نخليه، يعني الا كان وقت الانتاج راه فرخات هي وتيهز هو الولاد وتيلوحهم، ديك الساعه تنسيباريو بيناتهم. اما دابا بحال هكا نخليهم، خاتبه ليا نقاتله نايضه. وهذا هو الميساج اللي بغيت نوصل للاخوان ديالي. تكتبوا لكم حل الشجار ديال طائر الحسون، ملي تدخل تصنت هذاك الحل تلقى تيدير لك العازل. اي واحد تيدير العازل عرفوا، يعني الصراحه هي هذه، اي واحد تيدير العازل يعني راه باقي ما فهمش التزوج ديال طائر الحسون، ما فهمش وما عندوش تجربه وتيدوي من فراغ. ونتمنى من الله تكونوا فهمتوا الميساج اللي بغيت نوصل، وخليوا طويراتكم وديروا داكشي اللي عليكم. بحال دابا هاهما تيبغاو يتواكلوا شويه، هاو ولد الدار، هذا هو طائر الحسون، راه هو هكاك. وسبحان الله دابا تيبان لك تيضاربوا، تريح ليه النتوى يطلع يلقحها، ما يعطلهاش، ما يعطلهاش ولو دقيقه ولو ثانيه، جزء من المئة. وهذا هو اللي بغيت نوصل الاخوان ديالي. درتي طاير مع النتوى وتبانوا لك غاديين مزيانين، ما نغيريش، هما غاديين مزيانين، صافي صبر عليهم، دير لهم المسائل ديالهم، دير لهم الماكله ديالهم، دير لهم هاد المسائل وسير معاهم عادي كما كنت تمشي معاهم. وهذا هو اللي كاين. ومسيره موفق للجميع. كاين شي سؤال شي استفسار مرحبا، والف مرحبا مع اخوكم زكريا.